السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده نعمل بسكوت العيد. بحب اعمل البسكوت بالبرتقال، وما بحبش احط عليه نشادر ولا اي حاجة. هنبتدي ان احنا نشوف الفيديو مع بعض وان شاء الله يعجبكم. حطوا لي بقى لايك كده واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. طبعا الوصفة دي كانت من العيد، بس طبعا نزلت متأخر لظروف ما. والحمد لله على كل شيء. هبدأ ان انا اجيب المضرب بتاعي، لان زي ما قلت لكم في الفيديو ان في العيد يعني ان المضرب العجان بيتصلح. فهبدأ ان انا استخدم المضرب عادي السلك، مش هيحصل اي حاجة. 750 جرام من الزبدة، وابدأي اخفقيهم كويس جدا 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 لحد ما يكونوا كريمي معاكي وهيشين كده. وهبدأ ان انا احط عليهم 250 جرام من السكر البودر المنخول كمان، يعني اطحنيه. لو انت مش جايباه مطحون اطحنيه، ويفضل طبعا تطحنيه في البيت. وكمان انخليه قبل ما تحطيه على الزبدة، علشان خاطر ان السكر بيرطب وبيكون فيه حبيبات كده. فابدأي ان انت تنخليه من تاني علشان يهيش معاكي العجينة. تمام. هبدأ بقى ان انا اخلط كويس جدا جدا، ومعايا سباتيولا كده كل شوية انزل بيها الاطراف، وابدأ اشغل المضرب تاني. والسباتولا دي بصراحة بتساعد يعني. طبعا بعمل البسكوت كده، هنزل بقى ايه باربع بيضات. طبعا بيضة بيضة كده، وكل بيضة بحط معاها مع يعني نقطتين كده من الفانيليا. بس كده. دي كده كانوا الاربع بيضات. هنزل ببيضة بيضة وحاطة معاهم الفانيليا طبعا. وغير ان طعم البرتقال هيغطي اصلا على اي حاجه، مش تبقى محتاجه خالص ان انت تحطي فانيليا، بس بنحط عشان خاطر البيض يعني بنحطه مع البيض. هبدا انزل بواحده واحده لحد ما الاقيها اختفت، انزل بالتانية وراها على طول. طبعا انا هنا بعمل مقادير الكيلو من الدقيق، والدقيق اللي انا بستخدمه هو الكوثر. والزبده بستخدم زبده فرن. ودقيق الكوثر يا جماعه ممتاز ممتاز، يعني ما تقلقوش منه، عشان كتير بشوف كومنتات كتير في مواقع يعني دقيق الكوثر اخباره ايه، حلو ولا وحش؟ لا، دقيق الكوثر ممتاز جدا، وهو اللي شغاله بيه من سنين بعد الضحى، لان الضحى غلي. فدقيق الكوثر ممتاز. هبدأ بقى ان انا اجيب كيس تانج، بصراحة يعني بيخلي الكيكة ايه، بيخلي بسكوت البرتقال طعمه تحفة، وبيديله لون كمان ذهبي حلو كده. هي الكاميرا ظلماه بصراحة يعني وانا بصوره، بس مدي لون بصراحة جميل جدا. وكمان الطعم حلو. بصي، هو لو كترتي عن كده هتلاقي بقى ايه، يعني لو ما ينفعش تكتري بقى ايه تانج عن كده، علشان هيكون طعمه باين قوي، وهتلاقي فيه زي سنة مرارة كده. هبدأ بقى ان انا احط، طبعا هبصوا انا حطيت اصلا يعني معلقتين ميه مش كتير. هبدأ بقى ان انا انزل كل اللي في الفنجان ده عشان خاطر ما اسيبش اي حاجة، بس اوقف وانزل كل الزيادة اللي في الفنجان. وهبدأ ان انا اشغل تاني. طبعا لحد كده لسه ما حطيتش الدقيق، انا كيلو دقيق نخلاه على جنب كده وسايباه علشان اخلص بس خفق، ادوب بس التانك كده في الزبدة بتاعتي والسكر، وبعد كده هنزل بالدقيق بتاعي. طبعا في رشة الملح مع الدقيق ده اساسي. والدقيق والبسكوت هنا بحط له بيكنج باودر، بس مش كتير خالص، هي معلقة واحدة كده وتكون ممسوحة، يعني معلقة بتاعت أكل بتكون ممسوحة، أو معلقة صغيرة مليانة. يعني مبحطش كيس البيكنج باودر كله على الكيلو، لأ، أنا بحط منه معلقة بس. طبعا رشة الملح زي ما قلت لكم دي أساسي بقى مع المعجنات والبسكوتات وكل حاجة، تعمل معادلة كده رهيبة يعني. هبدأ بقى ان انا انزل كده بالدقيق شوية شوية واخلط، وبرده نفس القصة مع زي البيتي فور. بشوف بغسل ايدي كويس جدا واختبر العجينة معايا. لو بتلزق في ايدي يبقى هي كده محتاجة لسه دقيق تاني، لو ما بتلزقش يبقى كده العجينة مظبوطة. وابدأ يا جماعة ان انا اشتغل على طول، لان انا هشتغل بالكيس مش بالمكنة. فمعايا الكيس ومعايا التب بتاع البسكوت بالطريقة دي. وهبدأ ان انا اسحب كده، اخلي السن المشرشر من فوق. وابدا ان انا اسحب البسكوتايه كده طبعا، وهختبر برضو لازم اختبر البسكوت معايا، واشوف درجه الحراره كويسه في الفرن، بيفرش مني ولا لا، محتاج دقيق، محتاج ايه.
فبشوف كده نوع الدقيق مش كويس، بس انا يعني بعمل بالكوثر بصراحة وانا مطمنة. وشكل الكيس بس هو اللي اتغير بتاع الكوثر، مش مضروب ولا حاجة، هو دي الكوثر الموجود في السوق هو واحد. بصوا بيديني لون ذهبي كده من فوق، من تحت، ومن فوق بيكون مستوي برضو، ومدي بقى ايه لون ذهبي على خفيف. ده كده التسوية بتاعة البسكوت. وبصوا مقرمش ازاي بسكوتاية خالص، بس هو لسه ما بردش. طبعا لو تلاحظوا ان هو ايه، يعني مثلا زي ما يكون معجن من جوه، لا هو بس عشان لسه ما بردش، هي لسه سخنة. وانا كده خلصت كمية البسكوت بتاعي كلها عملتها، وبدأت بقى ان انا اشيلها في علبة محكمة زي انتوا ما شايفين بالطريقة ديت. بسكوت بتاعي زي ما بيقولوا كده بسكوتة في نفسها، البسكوتة بسكوتة في نفسها. و قولوا كده عليه سلاسل من ذهب. فظيع جدا ولونه حلو والتسوية جميلة، والسمك بتاعه انا بحب السمك ده قوي. وكل اللي بيجربوا مني بصراحة بيحبوا يعني. بسكوت الكيس بسكوت بيكون خفيف كده وهش وجميل. طبعا ما تنسوش بقى ايه الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واللايكات كده وكومنتات تحمسني ان انا انزل لكم فيديوهات اكتر واكتر.